بناء على إحصائية من شركة سيتريكس اتعملت على 1200 شركة من الشركات الكبيرة المالكة لأنظمة إلكترونية، وكان من ضمن العينة 350 شركة بريطانية، وسألوهم عن إذا كانوا يفضلون استخدام طريقة on premises أو الكلاود لإدارة أنظمتهم الإلكترونية. وجدوا إن 93% منهم بالفعل غيروا أكتر من نصف الورك فلو انفراستراكشر أو الطريقة اللي بيستخدموها في توزيع السيرفرات اللي عليها الخدمة من الكلاودز إلى الأون بريمسز. ليه بقى الشركات دي عملت كده؟ وإيه هي الأون بريمسز؟ وإيه الفرق بينها وبين الكلاودز؟ ولو بستخدم كلاود إزاي أقدر أوفر من التكلفة لحد 90%؟ وهو ده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. طبقا للإحصائية اللي عملتها سيتريكس، وجدوا إن في آخر 3 سنوات معظم الشركات بدأت في الاعتماد على استراتيجية الأون بريمسز بدلا من الكلاود كومبيوتينج لأسباب كان من ضمنها أشياء بتتعلق بالتكلفة المبالغ فيها، ومشاكل أمنية، ومشاكل تتعلق بمقدم الخدمة نفسه زي اللي بيحصل كتير حاليا من انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ، وخصوصا بسبب الحروب والكوارث اللي بتحصل في المناطق اللي فيها السيرفرات اللي بيستخدمها مقدم خدمة الكلاود كومبيوتينج، زي اللي حصل في 2017 مع شركة AWS لما خدمة S3 انقطعت عن كل المستخدمين، ويا ريت وقفت لحد كده. ولكن في 2019 حصلت تاني برضه، ولكن المرة دي انقطعت خدمة داينامو دي بي لنفس السبب. والأون بريمسز تعني إن السيرفرات اللي بيستخدمها النظام وكذلك قواعد البيانات أو الداتابيز بتكون موجودة عند الشركة المالكة للنظام، وهي اللي مسؤولة عن الأجهزة دي من الألف للياء، من صيانة وتطوير وكل حاجة. مثلا ممكن نشبهها بغرفة الاي تي اللي بتلاقيها في بعض الشركات، واللي بيكون موجود فيها عادة السيرفرات اللي عليها الخدمة وقواعد البيانات. ولكن بعض الشركات لأسباب تتعلق بتأمين البيانات اللي على السيرفرات دي بتفضل نقلها لأماكن أكثر أمانا، واللي في بعض الأوقات بتكون تكلفة عالية على الشركة، ولذلك بتلجأ للكلاود كومبيوتينج أو الحوسبة السحابية. والكلاود كومبيوتينج إن الشركة بتستعين بشركة أخرى مهمتها الوحيدة هي توفير السيرفرات اللازمة لإدارة أنظمتها، وكذلك مسؤولة عن صيانتها وتطويرها ورفع قدراتها طبقا لاحتياجات العميل. مثلا حاجة زي AWS واللي بتوفر سيرفرات وبيطلقوا عليها Elastic Compute Cloud أو الاسم الأشهر EC2، وكذلك أزور واللي بتقدم نفس الخدمة أيضا ولكن تحت مسميات مختلفة، وبتدفع على حسب استخدامك أو قيمة ثابتة شهريا زي ما تحب. ومن هنا يجي السؤال المهم، هل فعلا الكلاودز أرخص بكتير؟ لو جينا وبصينا على بابليك كلاود زي AWS واللي بيوفر لك السيرفر ويقوم بمهمة صيانته ورفع إمكانياته بناء على احتياجاتك، وبالتالي ده معناه تكلفة زيادة علشان أكيد هتبقى محتاج فريق IT ليقوم بصيانة ورفع أداء السيرفرات دي بشكل دوري، ولذلك ممكن نقول إن الكلاود أرخص. ولكن هل ده الجانب الوحيد اللي يخلينا نقول إن الكلاود أرخص وعملي أكتر؟ لأ، لأن في جوانب تانية لازم ناخدها في الحسبان. تعالوا نفترض إن عندنا برنامج يعتمد على معالجة كم كبير من البيانات واللي محتاجين ليها سيرفر مخصوص، والاختيار الأسهل هو الكلاود، زي إنك ممكن تستخدم خدمة S3 اللي بتقدمها AWS. ولكن إيه اللي هيحصل لو البرنامج ده بيخزن بيانات حجمها بيوصل لأرقام خرافية وبتحتاج إنك تعمل عليها عمليات بشكل مستمر؟ ولذلك الكلاود هيبقى اختيار مكلف جدا، رغم إن التكلفة تبدو أرخص بكتير من إنك تجيب سيرفر خاص كستورج لحفظ الملفات. ولكن كالعادة كتير مننا ما بياخدش باله من نقطة مهمة أثناء حساب التكلفة الإجمالية للكلاود، وهي Data Transfer Cost، أي تكلفة نقل البيانات. أيوة، الكلاودز مش فاتحاها على البحري، ولكن بجانب إنك بتدفع تكلفة السيرفر أنت كمان هتتحاسب على معدل نقل البيانات. من الآخر بيحاسبوك على كل حاجة مهما كانت صغيرة. وفي مثال آخر يخليني أفضل استخدام الأون بروميسز وأخلي سيرفراتي عندي، هو في حالة لو النظام الإلكتروني الخاص بالمنشأة يعتبر برايفت أكثر منه بابليك. يعني تعالوا نفترض إنه نظام حسابات و80% من اللي بيستخدموا النظام بيكونوا بالفعل متواجدين في الشركة، فليه أحطه على كلاود واتكلف زيادة بسبب الداتا ترانسفير كوست؟ ومن هنا يجي سؤال تاني، في حالة إن الاختيار وقع على الكلاود إزاي بقى أقدر أوفر لنسبة قد تصل ل 90%؟ أغلب اللي بيقدموا خدمات الكلاود كومبيوتينج بيوفروا برايس موديلز مختلفة أو طرق تسعير. وتعالوا تاني ناخد AWS كمثال باعتبارها أكثرهم شهرة، وكتير مننا بيستخدم الخدمات اللي بتقدمها بطريقة أو بأخرى. وأحب أنوه إن نفس الخطط التسعيرية دي مشتركة
مشتركة بين كل الكلاودز، و AWS عندها خطط تسعير كتير لسيرفرات ال EC2 وأهمهم ال On Demand وال Spot Instance وأخيرا Reserved Instance. إزاي بقى أقدر أختار ما بينهم؟ تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. أولا ال On Demand، واللي معناها إنك بتدفع على قد الاستهلاك. يعني إيه الكلام ده؟ من الآخر أنت بتدفع على الوقت اللي السيرفر ده شغال فيه، ولو مش محتاجه ممكن توقفه بشكل مؤقت وساعتها مش هتدفع أي حاجة. من الظاهر كده الكلام موزون وهيوفر عليا كتير، ولكن قبل ما نقرر تعالوا نبص على عيوب. واهم عيب انك لو بتحتاج السيرفر ده يبقى شغال ال 24 ساعه في ال 24 ساعه من غير ما تقفله، يبقى الطريقه دي غير مناسبه وهتكلفك كتير جدا. والطريقه الاخرى هي السبوت انستنس، ودي لو انت مش بتحتاج ان السيرفر يكون شغال بشكل مستمر فممكن تستفيد بيه وتوفر حوالي 90% من التكلفه عن طريق انك بتأجره ل AWS نفسها. بمعنى نفترض انك مشغل السيرفر ده وبتستخدمه دلوقتي، وبالفعل انت مفعل نظام السبوت انستنس على السيرفر ده، و AWS احتاجت ضروري اي سيرفر في المنطقه اللي السيرفر بتاعك موجود فيها، ساعتها هتلاقيهم باعتين لك نوتيفيكيشن او تحذير، وبعديها بدقيقتين فقط السيرفر هيتسحب منك ويروح لحد تاني. فبالتالي مش حلوه للديبلويمنت او انك ترفع عليه سوفت وير، والا هتلاقي كل شويه الخدمه بتتقطع. ولكن ممكن نستخدمه في حاجات تانية زي عمليات معالجه البيانات زي الباك جراوند بروسيسنج واشياء من هذا القبيل. ويجي سؤال تاني، ان السيرفر اللي بستخدمه ده ممكن ان كان يبقى عليه بيانات خاصه بالسوفت وير بتاعي، فايه اللي هيحصل لما AWS تسحب السيرفر؟ الاجابه ببساطه ان كل البيانات اللي على السيرفر ده بمجرد ما بيتعمل له termination او بالبلدي كانهم رستروا الراوتر ساعتها كلها هتروح. ولذلك لازم تخلي بالك انك ما تحفظش عليه اي نوع من انواع البيانات المهمه زي الداتابيز او الملفات وامثالها. تعالوا نقول بقى اننا محتاجين سيرفر يشتغل ال 24 ساعه في ال 24 ساعه زي احتياجات اغلبنا، وبالتالي يبقى الريسيرفد انستنسز افضل حل عن طريق انك بتدفع تكلفه استخدام السيرفر مقدما لسنه او 3 سنين قدام كحد اقصى، وقصاد ده هتاخد تخفيض كبير واللي بيوصل في اوقات ل 80%. ولكن قبل ما تاخد الخطوه دي خلي بالك هي ان اغلب الكلاودز لا تتيح الغاء الاشتراك في اي وقت، والطريقه الوحيده هي انك تبيعه بمعرفتك. ومن هنا يجي سؤال تاني، هل ممكن اغير امكانيات السيرفر لو احتجت بعد الاشتراك؟ ايوه، ولكن ليها شروط وحدود معينه، لانهم هيجبروك ان التغييرات دي لازم تكون في نفس الفئه اللي فيها السيرفر. ومن الجدير بالذكر ان في بعض الحالات الشركات الكبيره بتجمع بين الطريقتين الكلاود والاون بريمسز، ولكن عيب الطريقه دي انها بتزود الموضوع تعقيدا وكمان التكلفه. ولذلك هتلاقي ان معظم الشركات اللي بتتبع الطريقه دي بتوصل استثماراتها لمليارات، يعني منها حاجه زي البنوك. فموضوع التكلفه مش فارق قوي في مقابل امان البيانات واداء وفاعليه السيرفرات. ولذلك من المحتمل ان الشركات اللي تمت عليها الاحصائيه دي ما عرفتش تختار خطط تسعير المناسبه، او انهم ما خدوش وقت كافي قبل اتخاذ القرار والاتجاه الى الاختيار بين البابليك كلاودز او الاون بريمسز. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.